الشخص اللي قدامكم بالرغم من انه يبان انه طيب في اول مرة عينك تشوفه فيها، الا انه حرفيا كان شيطان عايش على وجه الارض، وتحول فجأة من مجرد تاجر بيستورد موبايلات واجهزة واقمشة الى امبراطور الترامادول في السوق السوداء في العالم كله. وبعدها دخل عالم تجارة السلاح وتحول لاكبر تاجر سلاح في مصر كلها. ومن بعد ما كان بني ادم فقير تحت خط الصفر، جمع ثروة تخطت ال 420 مليون دولار امريكي في 7 سنين بس، واتشهر بعدها بشيخ المشايخ. فازاي بقى كانت رحلة صعود شيخ المشايخ، وازاي قدر يجمع ثروته الضخمة دي من تجارة الممنوعات والسلاح، وايه هي علاقته بجماعة الاخوان المسلمين، وازاي ساعدوه في عملياته الاجرامية، وايه هي بقى التحديات اللي هتواجهه في رحلته لحد ما وصل لانه بقى يتقال عليه شيخ المشايخ. القصة دي حرفيا من اكتر القصص اللي استمتعت وانا بجهزها، واللي مليانة بالمواقف الجريئة اللي عملها الراجل ده في رحلته، وخصوصا انه بدأ رحلته الإجرامية دي وهو شاب لسه عنده 20 سنة. للي أول مرة يشوفني، أنا إبراهيم جاج، بعشق وبدور على الغرابة والغموض وباجي أحكي لكم عنه. فانزل بقى دلوقتي اشترك في القناة وانضم لعيلتنا المكونة من 4 مليون مشترك، وصدقني والله مش هتندم. وما تنسوش تدعوا لكل بلادنا العربية بالنصر والأمن والأمان يا رب. واللي ما يعرفش إن بحب الراب وبغنيه، فاحنا عندنا قناة تانية اسمها جاجا ميوزك، بنزل عليها أغاني راب باستمرار، والهدف منها إن كل الأرباح الخاصة بيها بنستخدمها للأعمال الخيرية والإنسانية، زي دعم الأيتام ومرضى السرطان. قد إيه الناس دي محتاجانا أوي. وسايب لك لينك القناة تحت في الوصف بتاع الفيديو، روح سيب بصمتك بتفاعلك لو حابب، وشارك في الخير معنا. جهز بقى قهوتك كده واقعد لي، ولو بتسمع القصة دي وانت نايم فنام بقى على جنبك اليمين، وتعالى ندخل في أحداث القصة. البداية في سنة 2004. شاب فقير بسيط في العشرينات من عمره اسمه سعد أبو الغيط، من قرية اسمها نبروه في محافظة الدقهلية في مصر. سعد كان زي أي شاب في جيله، حلمه إنه يطلع ناجح وقوي وغني ويلعب بالفلوس لعب زي جيرانه وأهل قريته. وبالمناسبة قرية نبروه دي اللي منها سعد أبو الغيط تعتبر من أغنى القرى في مصر كلها، وده لأن معظم أهلها بيشتغلوا في التجارة والاستيراد من الخارج، وتجارها من أكبر التجار في مصر وفي مجالات متعددة زي أجهزة الموبايل واكسسواراتها وقطع غيارها، وكمان تجارة الأقمشة والملابس وغيرها. سعد بقى كان عايز يبقى قوي وغني زي الناس دي، بس في نفس الوقت برضه مستوى فكره كان زي فكر كتير من البشر، عايز ينام بالليل فقير ويصحى الصبح تاني يوم غني ومعاه فلوس كتير. ما كانش متقبل فكرة ان النجاح عايز تعب ومجهود وسعي سنين طويل. المهم سعد لقى شغل في شركة استيراد من الخارج تبع تاجر كبير من تجار نبرو، وبدأ يشتغل ويلف ويعرف كل خبايا الشغلانه، ازاي بيستوردوا ويجيبوا الشغل من بره، وازاي بيستلموا الشغل من المينا. وركز لي بقى على موضوع المينا ده، وده لان سعد اتعرف على المهربين اللي جوه المينا اللي بيهربوا الهدوم والاجهزه والكلام. وهنا سعد بقى شغل الجزء الشيطاني اللي في راسه، وبدا يلم فلوس من اصحابه والناس اللي يعرفهم كلهم، وده بغرض انه هيشتغل بيها في الاستيراد من الخارج. وكمان قال لهم انه هيديهم نسبه من الارباح. وفعلا لم مبلغ محترم جدا وراح على مهربين المينا، وخلص معاهم صفقات أجهزة وملابس وغيرها، وشغل الشغل والعجلة دارت. وهنا بقى سحر السعي يشتغل، وده لأن زي ما كلنا عارفين الإنسان لما بيسعى وبيجتهد في حاجة بيوصل لها في النهاية. يعني سعيت في الخير هتوصل، سعيت في الشر هتوصل برضه، وفي النهاية أنت اللي بتتحمل نتيجة اختيار طريق. المهم إن سعد وصل للراس الكبيرة بتاع مهربين المينا وبقى صاحبه جدا، والمهرب الكبير بقى بيثق في سعد جدا جدا، وشاف فيه بذرة شيطان محبوس جوه قفص ومحتاج يتحرر منه، وعرض عليه انه يوسع النشاط ويشتغل في الالعاب الناريه زي شماريخ الملاعب وصواريخ الافراح والحاجات دي. وقال له يا باشا في دلوقتي العاب ناريه بتيجي النصين، خد منها وسلكها واعمل لك قرشين حلوين. وهنا سعد ما ترددش لحظه واخد صفقه الالعاب الناريه دي وكمان باعها. وطبعا ما اقولكوش بقى مكاسب الالعاب الناريه دي عامل ازاي، مكاسب ناريه فعلا زي اسمها. بعد نجاح الصفقة
الاولى طبعا والمكاسب الضخمه اللي جات له، اول حاجه هتيجي في بالك ان سعد هيروح يسدد فلوس الناس اللي لما، او حتى يديهم نسبه ارباح على الشغل اللي بيشتغل. ولكن الحقيقه لا، سعد ما كانش بيسدد اللي عليه ولا بيدي نسبه من الارباح لحد، وده لان سعد عنده طموح شراني، ومن وجهه نظره اللي وصل له ده مش كفايه، هو عايز اكتر وعايز اكبر من كده. وهنا سعد بقى وسع النشاط ودخل على حاجه اخطر واكبر، وهي الادويه المغشوش او الادويه منتهيه الصلاحيه. كانت بتيجي من الصين ومن دول تانية تهريب برضه، وبيغيروا تاريخ الانتاج والانتهاء بتاعها ويبيعوها على انها جديده، وفعلا غرق بها السوق وعمل من وراها مبالغ طائله. وفضل فتره في سكه الادويه دي لحد ما وصل للمنشطات الجنسيه، وجاب منشطات جنسيه وغرق السوق بيها وحقق من وراها مكاسب اكبر. الفتره دي كانت من 2005 كده لحد 2008، حرفيا الفتره دي كانت البلد غرقانه منشطات جنسيه، لدرجه ان افتكر ايامها كانت اعلاناتها مغرقه التلفزيون، وكان كل يوم يظهر شركه جديده. وطبعا شيخ المشايخ هو اللي كان ورا الليله السوداء دي. ده غير كمان انه دخل بعد كده في صفقات سجاير مسرطنه، والسجاير المسرطنه دي بقى يا سيدي كانت قصتها قصه لوحدها. لو تفتكروا في الفتره من 2005 لحد 2008 السجاير الصيني كانت مغرقه البلد، وبالاخص في 2007 كنت تمشي في الشوارع حرفيا تلاقي كل 50 متر واحد قاعد على الطريق بفرشه سجاير صيني، وفي كل الاكشاك كنت تلاقيها، وفي السوبر ماركت كمان تلاقيه. وده لانها كانت برخص التراب حرفيا. الناس كانت بدل ما تروح تشتري خرطوشه السجاير المارلبورو ب 100 جنيه، كانت بتوفر على نفسها وتشتري خرطوشه الماليمبو الصيني ب 10 جنيه بس، ويمكن اقل كمان. واللي ما يعرفش يعني ايه خرطوشه، فهي كرتونه فيها 10 علب سجاير، واللي بعد كده اكتشفوا انها مسرطنه اصلا، وحتى مات بسببها ناس كتير. المهم ان سعد ابو الغيط بعد ما عمل مبلغ ضخم جدا من صفقاته اللي فاتت دي كلها، طبعا انا قلت لكم انه كان لامم فلوس من الناس بغرض انه يشغل وهيديهم نسبه من الارباح، وقلت لكم كمان انه ما كانش بيدي لحد ارباح ولا حاجه، ولا كان حتى بيسدد اللي عليه، وكان منيم الناس دي في ميه البطيخ. في 2008 بقى الناس دي جابت اخرها وبداوا يرفعوا عليه قواضي واحد ورا التاني. المفروض بقى يلم نفسه كده ويسدد، ولكن لا، سعد ابو الغيط ما يسددش اللي عليه ابدا. ودي كانت حاجه غريبه جدا الصراحه. يعني انت راجل عامل صفقات بملايين، والناس دي تعتبر لها مبالغ بسيطه جدا جنب اللي انت بتكسبه، ما تسدد لهم يا عم وتخلص نفسك. ولكن لا، سعد ابو الغيط كان ردة فعله اغرب مما تتخيل. ساب البلد كلها ومشي، سافر بره مصر. تقول لي استنى، ازاي يعني بعد كل اللي عمله ده ساب البلد ومشي وسافر بره مصر؟ هيتوب يعني ويروح يشق طريقه ويشتغل ويعيش بقى مستور بقية حياته؟ هقول لك هيتوب ايه يا عم، ما كان سدد اللي عليه قوي. سعد ابو الغيط ده زي ما قلت لك من شويه شيطان محبوس جوه قفص وعايز يتحرر منه، ولو اتحرر منه هيخرب الدنيا حرفيا. سعد ابو الغيط كان شايف ان اللي عمله كله ده السنين اللي فاتت كان اللعب مع العيال، وهو طموحه اللعب مع الكبار. طبعا الراجل ده عايز اسمه يتكتب في التاريخ. وهنا بقى تيجي نقطه التحول في حياه شيخ المشايخ، وده لان في اواخر 2008 سعد ابو الغيط يسافر من مصر للاردن، وخلاص اقام اقامه كامله في الاردن، واشترى كمان فيلا هناك واستقر فيها وعاش حياته، وبدا يعمل علاقات مع الجنسيات العربيه في الاردن، ودخل في شراكه مع شخصين من جنسيات عربيه عندهم شركه نقل بحري. والغرض بقى من شراكته مع الشخصين دول في شركه النقل البحري ان سعد ابو الغيط يا باشا عايز يهرب مخدر الترامادول لمصر عن طريق الشركه دي. وكمان مش هيكون مجرد واحد بيشتري الترامادول ويهربه على مصر ويبيعه ويكسب فيه، لا خالص، سعد ابو الغيط عايز يفتح مصنع ترامادول كامل يصنع فيه بنفسه، ويبقى عنده خط انتاج كامل علشان المكسب يكون اضعاف مضاعف. وبالفعل بدأ يخطط للموضوع ورسم الطريق اللي هيمشي عليه، واخد الاتنين شركاته اللي من جنسيات عربية وسافروا على الصين، وهناك اخدوا مصنع كبير وبدأوا خط انتاج ضخم جدا لمخدر الترامادول. وفي سنة 2009 سعد ابو الغيط بيهرب اول شحنة من الصين لمصر، واللي كان عددها مليون قرص ترامادول. وطبعا انت اتخضيت من الرقم ده وعايز تقول لي دلوقتي ليه كل ده؟ ما كان بعت عدد صغير الاول علشان يختبر بالعملية وبعدين يبعت الشحنة الكبيرة. احب اقول لك يا صديقي ان سعد ابو الغيط فعلا كان بيختبر العملية وكان بيختبر السوق المحلي في مصر بمليون قرص ترامادول مبدئيا، وده لان الرقم الضخم ده بالنسبة لنا وانت، انما بالنسبة لشيخ المشايخ حاجة لا تذكر مقارنة بالشحنات اللي هيبعتها بعد كده. الشحنة دي اتهربت من الصين لمواني ليبيا ودخلت مصر عن طريق الصحراء الغربية، وكمان وصلت لحد رجالة سعد ابو الغيط في قرية نبرو واللي هي قريته. وبالمناسبة
الفترة دي اللي كان مسيطر على السوق وعلى عقول الشباب وعلى الشارع كان الحشيش، كان هو المخدر الرئيسي المنتشر وقتها. ونزلت توجيهات من رئيس الجمهورية وقتها واللي كان الرئيس محمد حسني مبارك طبعا بالقضاء على مخدر الحشيش في مصر نهائيا. وفعلا الحكومة شافت شغلها وقدرت تقلل وجود الحشيش في مصر جدا مقارنة بالفترة اللي قبلها. وحتى طلع تصريح شهير جدا ساعتها لوزير الداخلية حبيب العدلي وقال فيه وداعا للحشيش. واحد يقول لي استنى، طب ايه علاقة الحشيش بسعد ابو الغيط وبالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اصلا؟ اقول لك يا صديقي، المفروض لو اي حد مكان سعد ابو الغيط لما يعرف معلومة زي دي وان البلد بقت بتشدد على الحشيش وبتمنعه يخاف ويجيب ورا. ولكن لا، بالعكس، شيخ المشايخ شاف ان دي فرصة عمر وقال لك ايه بقى، البلد تمنع الحشيش من هنا واقوم انا مغرق السوق ترامادول من هنا. وده علشان يعوض الناس عن الحشيش بالترامادول ويبقى هو الامبراطور. وفعلا بدأ يوزع المليون قرص ترامادول اللي هو هربهم لمصر مبدئيا، وزعهم في محافظات الدلتا. وفعلا ترامادول سعد ابو الغيط ما خدش وقت وغرق المحافظات دي، وكانت اكتر ناس بتشتريه الصنايعيه والسواقين عموما. وده لان انتشرت عاده سيئه جدا بسببه. والعاده دي سعد ابو الغيط هو وعصابته حتى كانوا بيسوقوا ليه وعلى مستوى واسع علشان يحققوا اكبر مبيعات وقتها. وللاسف العاده الوسخه دي مكمله مع كتير من الناس لحد النهارده، وهي ان الترامادول بيدي طاقه وبيخليك تقدر تشتغل اكتر، وكمان بيساعد على السهر لايام. ودي انتشرت قوي بين سواقين الشاحنات اللي بيسافروا مسافات طويله. وكمان بيقوي القدره الجنسيه. بصراحه انا ما اعرفش طبيا هل هو بيعمل كل الكلام ده فعلا ولا لا، انا مش دكتور يعني، فلو في دكتور بيسمعنا يا ريت يكتب لنا في التعليقات. بس اللي انا اعرفه ومتاكد منه فعلا ان الترامادول بيموت بالبطيء. المهم الخطه التسويقيه اللي عملها سعد ابو الغيط وعصابته دي نجحت نجاح صح. والصنايعيه والسواقين وحتى الشباب اللي بيشتغلوا شغلانات ممكن تكون تقيله شويه ادمنوا الترامادول. وخصوصا كمان ان كان سعره رخيص مقارنه بالحشيش. الشريط كان بيتباع وقتها ب 10 جنيه بس، والطلب زاد عليه بطريقه مجنونه وغير طبيعيه. المهم الاداره العامه لمكافحه المخدرات وقتها شمت الموضوع وعرفت عنه، وخصوصا المقدم عبد الوهاب الراعي، وده مقدم في الاداره العامه لمكافحه المخدرات في الدقهليه. بعد ما وصل له خبر تداول عقار جديد اسمه الترامادول بداوا يتحركوا وجابوا اول خيط في القضيه. وده كان ديلر صغير لسه بيبيع ترامادول. سالوه جبته منين؟ قال لهم جبته من فلان. جابوا فلان وفلان جاب فلان وفلان جاب علان لحد ما وصلوا للعصابه الكبيره بتاعه سعد ابو الغيط واللي موجوده طبعا في محافظه الدقهليه. قبضوا عليهم ومن اول قلم اعترفوا بالمكان اللي متخزن فيه الشحنه اللي اتهربت. المهم ضباط المباحث لما راحوا المخازن لقوا نص مليون قرص ترامادول بس اللي موجود. العصابه كانت بالفعل باعت النص مليون التاني، ومن تاني قلم على وشوشهم اعترفوا ان البضاعه دي جايه لهم من الصين. وكمان اللي ورا البضاعه واحد اسمه سعد ابو الغيط، سلموه تسليم اهالي يعني. وطبعا كل العصابه اتحبست وصدر حكم غيابي على سعد ابو الغيط بالحبس 3 سنين. هتقول لي 3 سنين بس؟ ازاي يعني واحد مهرب ترامادول وفي الاخر ياخد 3 سنين بس؟ هقول لك لان الترامادول ساعتها كان لسه حاجه جديده وما كانش لسه اتحط في جدول رقم 1 للمواد شديده الخطوره الممنوعه تماما، ولكنه تقدر تقول عليه كان في جدول رقم 3 واللي هو ادويه تحت الرقابه تقدر تحصل عليه من المستشفيات والصيدليات فقط، ولكن بروشيت، يعني يكون الدكتور هو اللي كاتب لك عليه للعلاج فقط لا غير. فكده قضيه سعد ابو الغيط وعصابته دخلت ضمن جرائم الجنح. وجرائم الجنح دي في المستوى الثاني من الجرائم، يعني جرائم متوسطه. ومعلومه سريعه كده، الجرائم بتتقسم لثلاثه في مصر. رقم 1 جنايات، ودي بتكون اخطر نوع زي القتل وتجاره المخدرات الكبيره والسلاح. رقم 2 الجنح، ودي بتكون جرائم متوسطه اللي سعد ابو الغيط وعصابته دخلوا فيها. ورقم 3 والاخيره بتكون مخالفات، ودي اخف نوع في الثلاثه. المهم تقول لي دلوقتي ان خلاص كده سعد ابو الغيط شيخ المشايخ انتهى. احب اقول لك يا صديقي ان سعد ابو الغيط لسه ما بدأش، وده لان اللي فات كله حماده واللي جاي حماده تاني خالص. جهز لنفسك كده بقى يا صديقي واعتبر انك لسه بتبدأ تسمع القصه من الاول. وده لان سعد ابو الغيط ما فكرش اصلا في ان عصابته اتقبض عليه وانه عليه حكم غيابي بثلاث سنين، لا خالص. تخيل كل اللي فكر فيه ايه، انه مش عاجبه تركيبه الترامادول اللي هو عمل، مش حاسه، مش جاي معاه سكه. هو عايز تركيبه اقوى من كده، عايز تركيبه تخلي اللي يشربها مش بس يأدمنها، لا يبيع كليته واللي وراه واللي قدامه علشان بس يقدر يحصل عليه. وبدأ يفكر ويخطط ويشوف السلبيات ويعالجها، ده على اساس ان اللي بيعمله كله مش سلبي يعني. المهم وصل لان الصين مش قويه قوي في الموضوع. الماده الفعاله اللي بيستخدموها
استخدموها في صنع الترامادول مش قوية كفاية. بعدها واحد صاحبه عرض عليه انه ينقل المصنع بتاعه من الصين للهند، وقال له ان المادة الفعالة في الهند قوية جدا، وهناك دكاترة شطار جدا تقدر تجندهم هيطلعوا لك شغل عنب العين. وبالفعل شيخ المشايخ ما كدبش خبر وساب الصين وطلع على الهند على طول، وعمل مصنع كبير وضخم جدا هناك. لا وكمان عمل علاقات كبيرة جدا وفي اكتر من 10 دول مختلفة، وكمان فتح اسواق جديدة في الدول دي، وبقى عنده خطوط انتاج فيها كمان، وشغل المصنع الجديد اللي فتحه في الهند، وجند الدكاترة، وشغل عنده عمالة ضخمة جدا من الهنود في المصنع. واول تجربة ليه بعد التطوير ده انتج فيها 20 مليون قرص ترامادول مرة واحدة من مصنع الهند بس. والخطوة اللي بعدها اكيد انت عرفتها، سعد ابو الغيط المرة دي عايز يهرب 20 مليون قرص ترامادول مرة واحدة على مصر. لا وكمان من جبروته عايز يهربها من مينا اسكندرية، ولكنه ما كانش يعرف ان في ضابط شاطر قاعد راسه، وهو المقدم عبد الوهاب الراعي اللي اتكلمنا عليه من شوية. وده لانه كان عارف ان في شحنة جاية فيها 20 مليون قرص ترامادول من الهند لمينا اسكندرية، وكمان كان عارف انها عن طريق سعد ابو الغيط. وبالفعل دخلت الشحنة مينا اسكندرية في حاويات كبيرة ومتخزنة بطريقة وسط البضائع العادية تخلي المفتشين ما يعرفوش يكشفوها وهم بيفتشوا. ولكن بقى إدارة مكافحة المخدرات فصصت الحاويات دي حتة حتة لحد ما طلعوا الترامادول اللي متخبي جواها وصدروه، واتحكم حكم غيابي جديد على المتهم الهارب سعد ابو الغيط في قضية تهريب الترامادول لمصر في سنة 2010. تقول لي بقى خلاص كده اكيد هيهدى بقى ويلم نفسه ومش هيعمل نوش تاني. اقول لك لا برضه يا صديقي، البني ادم ده عمره ما هيهدى ابدا. وده لان في سنة 2011 وفي عز احداث ثورة 25 يناير سعد ابو الغيط يتعرف على واحد اسمه ايمن نور، وده واحد من كبار جماعة الاخوان المسلمين، وعرضوا عليه انه ينضم للجماعة، وبالفعل انضم ليه، وقالوا له كمان تعال انزل مصر واحنا هنخلص لك موضوع الاحكام الغيابية اللي عليك ده. وبالفعل سعد ابو الغيط رجع مصر تاني، ولكنه اتقبض عليه في مطار القاهرة من إدارة مكافحة المخدرات، واتحفظوا عليه واتعرض على النيابة. والإخوان من ناحية تانية بعتوا له محامي محنك وعمل له معارضة وخرجوا منها على ذمة القضايا اللي عليه. هتقول لي والنيابة سابته عادي كده؟ هقول لك يبقى أنت مش مركز معايا كويس من أول الفيديو. نسيت إن قلت لك من شوية إن الأحكام اللي عليه كلها كانت أحكام جنح، وطبعا اللي عليه أحكام جنح يقدر يعمل معارضة عادي جدا من النيابة ويمشي، وطبعا ده على ذمة القضايا اللي عليه، وبيتحدد له بعدها ميعاد للجلسة في المحكمة، وبيروح يحضر الجلسات اللي المحكمة بتحددها لحد ما يوصل للحكم النهائي. المهم بعد ما خرج سعد ابو الغيط من النيابة رجع على قريته نبروه في محافظة الدقهلية، ولكنه المرة دي ما رجعش سعد ابو الغيط العادي، لا رجع الشيخ سعد ابو الغيط شيخ المشايخ. وده كان الاسم الجديد اللي هيتعرف بيه واللي الناس هتناديه بيه شيخ المشايخ. امبراطور الترامادول مش في مصر بس، لا ده في اكتر من 10 دول مختلفة، زي ما قلت لك من شوية انه عمل علاقات في اكتر من 10 دول وفتح خطوط انتاج فيه. يعني تقدر تقول عليه امبراطور الترامادول في السوق السوداء في العالم كله. الراجل دلوقتي بقى عايش في مصر وخطوط انتاجه شغالة بره وكله تمام. ودلوقتي بقى هو خطوته الجاية اللي عايز يعملها انه يقرب من السلطة وجماعة الاخوان المسلمين، لانه كان عارف ان هم اللي هيمسكوا البلد الفترة الجاية. ومش بس كده، ده كمان عايز يدخل عالم الشهرة ويبقى معروف، وعايز يدخل التاريخ كمان واسمه يفضل يتذكر وما يتنسي. راجل معاه مليارات لا تعد ولا تحصى جمعها من التجارة الشمال، ويقدر يوصل بملياراته دي للي هو عايزه، ده من وجهة نظره طبعا. التقديرات بتقول ان ثروته تخطت ال 420 مليون دولار امريكي. انت مستوعب الرقم؟ وده بس اللي مكتوب باسمه، في فلوس واصول ثابته مكتوبه باسم ناس تانية محدش يعرف عددها كام. يعني جنون بمعنى الكلمه. يعني الراجل ده ما اثرش فيه ولا ال 20 مليون قرص اللي اتمسكوا منه ولا حتى المليون قرص الاولاني، وده طبعا بسبب خطوط انتاجه اللي موجوده في الدول التانية اللي قلت لكم عليه. بس طبعا ما اتكلمناش بالتفصيل عن الدول دي لان الفيديو ده مبني على اللي عمله في مصر بس. لو هنتكلم بقى بالتفصيل على كل البلاد اللي وزع فيها هنحتاج لنا فيديو مدته 10 ساعات كده ولا حاجه. المهم سعد ابو الغيط الفتره الجايه هيبقى اسمه الجديد شيخ المشايخ اسما وفعلا. ليه؟ لانه عايز الشهره الحسنه، عايز يلم الناس حواليه ويحببهم فيه ويحاربوا الدنيا كلها علشان. وده هيحصل ازاي بقى؟ بالظبط كده، بالاعمال الخيريه. شيخ المشايخ هيكون مصدر الخير في قريته الفتره الجايه، وزي ما عمل امبراطوريه رمادول عايز يعمل امبراطوريه دروع بشريه، ناس حواليه تحبه وتحميه. عايز يبقى حاجه كده زي بابلو اسكوبار لو تعرفوه. وبدأ بقى
مسجد عايز يترمم هو يرمم، بنت عايزة تتجوز هو يجهزها. وبدأت الناس نفسها تلاحظ ده، وكل اللي عنده مشكلة يطلع على شيخ المشايخ. عليك ديون اطلع على شيخ المشايخ وهيحلها، عليك وصولات أمانة وهتتحبس اطلع على شيخ المشايخ وهيحلها، شاب في بداية طريقك وعايز تفتح مشروع أو تتجوز اطلع على شيخ المشايخ وهيساعد. لدرجة إن أي فرح كان موجود في القرية كان بيروح يحضر وينقط أصحاب الفرح بآلافات مؤلفة. أقل مبلغ كان بينقط بيه كان بيوصل ل20,000 جنيه، واللي ما يعرفش إن ال20,000 جنيه دول في 2011 بمقام 200,000 جنيه دلوقتي. لدرجة إن مشاهير الغنى الشعبي في مصر غنوا له زي سعد الصغير مثلا. وده كمان فرح من الأفراح اللي كان موجود فيها سعد أبو الغيط، معظم مغنيين الشعب المشاهير جدا في مصر كانوا موجودين فيه. السلام بتاعه في الأفراح كان ماشي في نور الله بدعي وأقول يا رب لحد ما يخش الفرح شيخ مشايخ مصر مولانا الشيخ سعد أبو الغيط. والله مش بهزر، ده كان السلام بتاعه بجد. ماشي في نور الله لحد ما يخش الفرح لشيخ مشايخ مصر الشيخ سعد ابو الغيط. كان بيتعمل له اعلى استقبال، وكمان كان صاحب كيف. ازاي ما تسالنيش، شيخ وصاحب كيف. هو كده الترابيزه بتاعته في الفرح كانت بتبقى مليانه ازايز بيره، والرقصات بتحوم حواليه من كل جنب. كان بيحب الرقصات قوي، وكان بيروح يسهر في نايت كلابات في شارع الهرم، وكان مشهور جدا هنا. كان ليه مكان خاص وقعده خاصه في كل نايت كلاب بيروح، وكرسي بمقاس مختلف عن باقي الكراسي. وده لانه كان تخين جدا ما شاء الله زي ما انتم شايفين، كان تقريبا معدي ال 200 كيلو وشويه. كان يحب قعدة النايتات مش لسبب الكيف بس، لا كمان علشان هناك كان بيعمل علاقات مع معلمين مصر وقتها. كان في كم مكان معينين كده في شارع الهرم كان بيتلم فيهم معلمين مصر الكبار. وكمان كان عنده استراتيجية في بناء العلاقات. لما كان يشوف معلم كبير قاعد في نفس المكان اللي هو قاعد فيه كان يقوم مطلع بال100,000 جنيه مرة واحدة راميهم، ويقول سمعني أحلى تحية للمعلم فلان من شيخ المشايخ. ومن هنا تبنى علاقات. ومن ناحية تانية بدأ من جديد يوسع شبكته في بيع الترامادول في مصر، لدرجة انه وصل لانه عمل شبكة بيع ترامادول على مستوى محافظات مصر كلها. حرفيا ما كانش في محافظة في مصر ما كانتش بيتباع فيها الترامادول بتاع سعد ابو الغيط. الكلام ده كان في سنة 2011، وده طبعا كان في عز الانفلات الامني في مصر. الضغط كان على وزارة الداخلية كبير جدا بسبب الاحداث الصعبة اللي حصلت في السنة دي، واللي قامت فيها ثورة 25 يناير طبعا. المهم في سنة 2012 كانت في شحنة تبع سعد ابو الغيط فيها 7 مليون قرص ترامادول، كان باعتهم يتوزعوا في محافظة الغربية. الشحنة دي وهي في طريقها اتمسك، وعصابته اللي كانت بتوصل الشحنة اعترفت عليه. ولكن بقى المرة دي كانت غير كل المرات اللي فاتت، لأن جريمة الإتجار في الترامادول في السنة دي اتحولت من جرائم الجنح اللي في المستوى الثاني إلى جرائم الجنايات اللي في المستوى الأول. واتحكم على سعد أبو الغيط ب 15 سنة سجن، ولكن للأسف الشديد الحكم كان غيابي برضه. وده لأن سعد أبو الغيط كان بيغير أماكن استقراره بشكل ده، ما كانش بيقعد في مكان معين، كان بيتنقل دايما بين محافظات مصر. وزي ما قلنا الفترة دي كانت صعبة جدا على مصر، والقواضي اللي من النوع ده كانت كتيرة جدا. والبلد في نفس الوقت كانت لسه بتتعافى من النقلة اللي حصلت من بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك للمرحلة اللي بعدها. هنا يلم نفسه بقى؟ لا برضه يا صديقي، قلت لك الراجل ده عمره ما هيهدى ابدا. سعد ابو الغيط بعد القضية دي بدأ ينتقل لتجارة السلاح، قرر بقى يدخل عالم الإجرام من أوسع أبواب. سعد أبو الغيط زي ما قلت لكم كان يعتبر منضم لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت علاقته قوية جدا بأكتر شخص مجرم في جماعة الإخوان وهو خيرت الشاطر. جماعة الإخوان بنوا شبكة علاقات ضخمة من تجار ومهربين السلاح في تركيا لسعد أبو الغيط. هم حطوه على الطريق من هنا، وهو بدماغه الشيطانية استغل العصابات اللي في تركيا دي وغرق مصر حرفيا بالسلاح. وكان بيهرب سلاح من تركيا لمصر بكميات مهولة. ومن اشهر انواع السلاح اللي كان بيهربوا على مصر كانت البندقية الشوت جان، وكانوا بيبيعوها ب 3000 و 4000 جنيه. تخيل انك تروح تشتري بندقية شوت جان ب 3000 جنيه. وطبعا كنا في ايام الثورة زي ما انتم عارفين، وكان في اعمال بلطجة، فكانت الزباين اللي بيشتروها كتير. ده غير ان الاهالي كمان كانوا بيبقوا عايزين يحموا نفسهم وبيوتهم واهاليهم من اعمال البلطجة دي، فكان بعضهم بيروح يشتري برضه علشان يحمي نفسه. في 2013 بقى سعد ابو الغيط كان في قمة علاقته مع جماعة الاخوان ومع خيرت الشاطر، ومن ناحية تانية برضه كان في قمة علاقته مع تجار المخدرات، وملايينه كترت وكبرت اكتر واكتر. ووصل بقى لجنون العظمة، وكان فاكر ان البلد خلاص بقت بتاعته ويقدر يعمل اللي هو عايزه في اي وقت هو عايزه. ومن ناحية تانية جماعته اللي هي الاخوان طبعا كانوا برضه بيحكموا مصر، والدنيا معاهم كانت وصلت يعني للفجر بمعنى
بمعنى الكلمة. ودلوقتي وصلنا لثورة 30 يونيو سنة 2013. بعد الثورة دي الإخوان نظموا اعتصام في ميدان رابعة العدوية كلنا عارفين، واستمر الاعتصام ده لحد 14 أغسطس سنة 2013. وطبعا سعد أبو الغيط كان مقدم الولاء والطاعة للجماعة الإجرامية دي، وكان بيقدم لهم كل الدعم. يعني مثلا كان عنده مزرعة عجول كبيرة، كان كل يوم بيذبح من 5 ل 10 عجول ويعمل وجبات على أعلى مستوى ويبعتها للمتظاهرين في رابعة. وبعدها قادة الإخوان طلبوا منه إنه يمول المتظاهرين بالسلاح، وبالفعل بدأ الأول يمول شوية من المعتصمين واللي هم يعتبروا الحزام البشري اللي بيأمن الاعتصام. ولما جه بقى ميعاد العملية الكبيرة واللي هي الشحنة اللي هيمولوا بها المتظاهرين كلهم اللي موجودين في الاعتصام، والعملية دي بقى هتكون أول عملية هيطلع فيها سعد أبو الغيط بنفسه ومعاه عصابته وشحنة الأسلحة، واللي كانت أكتر من 800 بندقية خرطوش. ده طبعا غير السلاح اللي دخل الاعتصام أصلا. وبعدها المعلومة بسرعة وصلت للجهات الأمنية في مصر، وبسرعة اتحركوا وقبضوا على سعد أبو الغيط وعصابته على الطريق. كان ماشي بموكب مكون من 4 عربيات ليموزين وعربية نقل كبيرة وحراسات وليلة كبيرة يعني. ومسكوا مع سعد أبو الغيط 809 بندقية خرطوش و144 ألف دولار كاش، ده غير المبالغ المصرية طبعا. الظاهر انه كان هيوزع الفلوس دي على المتظاهرين كمان. واخيرا وبعد طول انتظار اتقبض على شيخ المشايخ سعد ابو الغيط في العملية دي، واتحقق معاه واعترف بالواقعة واتحكم عليه ب7 سنين سجن، وكان عليه 15 سنة في قضية ال20 مليون قرصة رمضان. يبقى كده المجموع 22 سنة، وعندك 3 سنين في اول عملية واللي كانت مليون قرص، يبقى الاجمالي 25 سنة سجن. والحمد لله رب العالمين اصلا انه اتمسك في الوقت ده، لانه لو كان كمل بعدها ودخل الاعتصام بالسلاح وسلمه للمتظاهرين حرفيا كانت هتحصل كارثة وكانت ارواح بريئة كتير هتروح فيها. ولكن دايما ربنا حافظ مصر من كل شر، ووقع سعد ابو الغيط ووقعوا وراه جماعة الاخوان القذرة اللي ما ينفعش نقول عليها مسلمين طبعا، ورجع الامن والامان لمصر مرة تانية واحسن من الاول كمان. وبعد ما كان شريط الترامادول ب10 جنيه ومغرق البلد بسبب سعد ابو الغيط وعصابته، دلوقتي وصل لاكتر من 1000 جنيه ومش موجود اصلا ومش هتعرف تجيبه بسهوله. وده دليل طبعا على القوه الامنيه المحكمه في مصر دلوقتي، وطبعا دليل كمان على ان الحكومه دايما مركزه وواخده بالها من امن البلد. ربنا يديم نعمه الامن والامان على مصر وعلى كل الدول العربيه. وفي النهايه سعد ابو الغيط دخل السجن وقضى منهم 7 سنين وبعدها توفى في سنه 2020. وبس كده، دي كانت قصتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم واستمتعتم بيها، ولو عجبتكم القصه يا ريت تحطوا لايك لو دي حاجه مش هتضايقكم، لان بجد انتم مش عارفين قد ايه اللايك ده حاجه بسيطه ولكنها بتفرق جدا معايا وبتفرق في انتشار الفيديو. اما ده بقى هديتي ليكم، وهو حسابي على انستجرام، وده لان بنزل عليه هناك محتوى تعليمي عن الذكاء الصناعي. هينفعك جدا لو عايز تتعلم الذكاء الصناعي وازاي تعمل صور احترافيه لنفسك وفيديوهات، وكمان هينفعك جدا لو انت عندك مشروع وعايز تعمل اعلانات في دقائق معدوده للبراند بتاعك، وده طبعا من غير ما تكلف نفسك مصاريف كبيره وفلوس طائله على انتاج الفيديوهات. اللي عندهم مشاريع فاهميني كويس. وبس كده والله، ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في التعليقات، واشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.